يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى هنعمل مع بعض الهريسة خطيرة. الوصفة دي بقى احفظيها لرمضان. والله العظيم المكونات مظبوطة بالملي وطعم تحفة تحفة، احلى من اللي بتشتريها من المحلات بكتير بكتير. وطبعا الصورة موضحة وباينة جدا. بصوا بقى سر التسوية بتاعتها، بصوا التسوية بتاعتها حكاية من فوق ومن تحت، وهقول لكم ايه السبب اللي بيخليها حمرا قوي وطعمها لذيذ كده. اهو بصوا مستوية وجميلة وضارية من قلبها ومتحمرة من تحت ومن فوق، يعني مفيش ولا كلمة زي ما قال الكتاب. قبل ما نبدأ كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نبدأ بقى بدقيق البسبوسة. عندي لازم يكون نوعية نظيفة. يعني ايه نوعية نظيفة؟ تعرفيه ازاي؟ ان انت تمسكي حبة دقيق البسبوسة ده كده وتمسكيه على ايدك، نزل كله كده الحبيبات كلها وما ثبتش اثر على ايدك، ما شاء الله دي بسبوسة وهيجيب معاكي نتيجة فعالة وحلوة جدا. لو ساب اثر او زي دقيق كده على ايدك يبقى ده مش حلو، هيبقى النتيجة بتاعته مش حلو. فلازم نجيب حاجة ايه مضمون. تعالوا بقى نركن الدقيق ده على جنب ونشوف هنعمل ايه. في حلة تانية هنحط فيها كوباية من اللبن وعليها نص كوباية مية وكوباية ونص سكر. تمام كده، كوباية من الحليب عليها نص كوباية مية وكوباية ونص من السكر. وهنحط ايه تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كوباية سمنة. المقدار بتاعي كيلو دقيق ده هنحتاج له كوبايه وتلت من السمنه. هننزل بكوبايه فوق المقدار ده، والتلت التاني هنسيبه في جنب، هنرجع له بعدين. خلاص كده حطيت كوبايه من السمنه، وادي التلت التاني اهو، ده هنركنه بقى على جنب كده، هقول لكم بعدين. خلاص تمام. تعالوا بقى ايه ناقص ايه تاني؟ هنحط كيس فانيليا على الخلطه بتاعتنا دي. وعندي بقى حاجة مهمة جدا جدا، ما ينفعش الهريسة دي من غيرها خالص، عسل الكلوكوز. هننزل بقد ايه على المقدار بقى الكيلو البسبوسة بتاعي الهريسة ده؟ 5 معالق. مفيش عسل كلوكوز يبقى عسل نحل، بس لازم حاجة من الاتنين، عشان دي اللي بتدي الطراوة الحلوة قوي للهريسة، وتبقى مقرمشة من تحت كده من مكان التسوية حلوة، وطرية من جوه، بتبقى تحفة يعني، من غيرها مش هتنفع الهريسة. وعلى ظرف فانيليا او نص معلقة من الفانيليا. هنرفع ده كله على البوعين البوتاجاز ولحد ما يفك. انا عايزاه بس يفك، بس ما يسخنش جامد، يعني يا دوب يبقى دافي كده. يديك تطيقه كده تقليبه كويسه لحد السكر ما يدوب والعسل الجلوكوز مع اللبن مع السمنه تفك. المهم ايه؟ يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وما يسخنش، يبقى دافي. خلاص كده تمام وزي الفل. تعالوا بقى نيجي للدقيق بتاعنا، هنفضيه في بوله واسعه ولا في طبق واسع، وهننزل عليه بمعلقتين من جوز الهند. عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه ده اختياري براحتك، بس انا بحب احطها. وذره ملح كده او ربع معلقه ملح كده سنه يعني. هنقلب بقى ده كله تقليب حلو. وفاكرين بقى تلت كوبايه السمنه اللي احنا شلناها على جنب؟ تعالوا بقى هنعمل بيها ايه. هننزل بيها على الدقيق ده ونغلف بقى كل الدقيق بتاعنا ده بالسمنه. اهو كده لازم نغلف الدقيق كله، والدقيق كل ده يشرب السمنه بالشكل ده. اهو ده انجح طريقه للبسبوسه، ولها طرق كتير جدا، دي من احسن الطرق. اهي كده خلاص خلصنا. تعالوا بقى المكونات اللي انا دفتها على البوتاجاز او سخنتها تسخين بسيط هننزل بيها فوق الدقيق بتاعي. التركه هنا بقى ان انا ما اقلبش خالص، يا دوب تقليبه بسيطه خالص تلم المكونات مع بعضها، يعني ما نعجنش. لو عجنا الموضوع يعني الهريسه دي هتنشف. خلاص انا شلت الاسبتيوله ونزلت بايديا كده عشان احس العجينه ما شاء الله، اشوفها مظبوطه ولا لا. مظبوطه بالملي، مكونات مظبوطه جدا. عندي بقى صينيه مقاس 30 في 40، هدهنها سمنه كتير جدا كده وبحبح ايدي في السمنه علشان يعني زودي السمنه كده عشان تتحمر وتبقى تحفه. هنزل بقى بكل الهريسه بتاعتي وافردها بايدي كده. طبعا مش هتحتاج ان انا ادهن ايدي ميه وافرد بيها ولا اي حاجه، هي ماشيه زي الملبن ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، عشان مظبوطه بالظبط بالملي. هساوي بقى على قد ما اقدر بالشكل كده والحراف، واخبط الصينيه مرتين ثلاثه كده عشان الهواء يخرج منها، وكده تمام زي الفل. لو عايزه تحطي مكسرات حطي، مش عايزه خلاص يبقى كده نقطعها وعلى البوتاجاز على طول. انا هنا مولعه الفرن بتاعي يسخن على درجه حراره 200. هنقطعها بالشكل ده.
مربعات بقى، سبعات تمانيات زي ما انت حابه. قطعتها هنا مربعات، وعندي مكسرات بندق وسوداني. هحط بقى زي ما انتوا، نزوقها زي ما احنا عايزين بالشكل ده. كل واحده احطها كل شويه، اضغط عليهم لتحت علشان يلزقوا في قلب العجينه بتاعتي الهريسه. كمل بقى الصينيه بتاعتي وعلى الفرن. سر بقى من سر التسويه، طبعا الفرن سخن، انا مولعيه من 5 دقايق يسخن خالص. هتروحي مدخله الصينيه بعد كده، رافعه الشبكه فوق خالص، ومدخله الصينيه وموطيه درجه الحراره خالص لحد درجه 150. هتسيبيها، هتاخد قد ايه؟ حوالي ساعه وربع في الفرن، ما تستعجليش عليه عشان تدي نتيجه هايله. تعالوا بقى نعمل الشربات، عشان شربات الهريسه بيكون ساخن، يعني مش عايزينه بارد. 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، او 3 كوبايات سكر و3 كوبايات ميه، معلش. 3 كوبايات سكر وعليهم 3 كوبايات ميه، عصره نص ليمونه، وانا بحط قشره الليمونه بتدي لها نكهه جميله. وعندي معلقه عسل كلوكوز كبيره حلوه كده، وكيس من الفانيليا. بس كده هقلب كل المكونات دي وارفعها على النار. الشربات هيغلي، اسيبه بالظبط، اعدله على الساعه 5 دقايق واطفي عليه. اقلب كل ده يدوب مع بعض وارفعه على النار. تعدي بعد الغليان 5 دقايق عشان ما يتبخرش ويسكر منك ويعمل ايه، زي العسل كده وينشف. انا طلعت الصينيه اهي، خدت مني ساعه وربع في الفرن. طبعا بقت تحفه زي ما انتم شايفين. انا ما رفعتش، ما ولعتش الشوايه، ولعت عليها من تحت وما شاء الله هي خدت لون من فوق ومن تحت. عندي بقى الشربات سخن جدا والهريسه سخنه. هسقيها بقى ما شاء الله، تديها بقى الشربات بتاعها تشربه. سر نجاح البسبوسه ان هي تشرب الشربات، تحطي عليها الشربات تلاقيها بتشربه خالص، تعرفي ان هي ناجحه 100%. لو ما شربتهوش تعرفي ان هي مش حلوه، ونوع الدقيق مش حلو. ايه عندي كده والله الكاميرا ظلماها، هي احلى من كده بكتير في الحقيقه. شفتوا بقى عندي عامله ازاي؟ يعني تحفه. وبصوا بقى التسويه بتاعتها طلعت حكايه. بصوا بقى خطيره، احلى من بتاعه المحل 100 مره. وصلتي بقى معايا لحد هنا، ما تنسينيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. اتمنى لكم التوفيق جميعا.